لدعوتهم الكريمة للنظر في قضية تهمنا جميعا، وهي قضية الصحراء المغربية. مداخلتي سوف تكون حول الدبلوماسية الموازية تحت عنوان ليس التاريخ من يجهل مغربية الصحراء، ولكن نحن من نجهل كيف ندافع عنها. كتبت مقالا في عمود صوت مواطنة حينما طفى للسطح مقترح تمديد بعثة المينورسو في الصحراء، وذكرت عدة قرائن تاريخية وهي فقط جزء لا غير من الأدلة الدامغة على مغربية الصحراء وعلى صدق القضية الوطنية، من بينها مثلا وثائق أصلية وظهائر ومواثيق دولية تجزم بمغربية الصحراء. أزيد من 12 وثيقة دولية، اتفاقية دولية مع فرنسا، إسبانيا، وظهائر ومواثيق وبريطانيا والولايات المتحدة، كلها لا تستثني الصحراء من تطبيقها، ومنها اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإسبانيا بشكل خاص، وتستغل في الأراضي الصحراوية. بل هناك مواثيق أقدم بكثير وأسبق من تأسيس الأمم المتحدة وبعثاتها، والتي لم تتأسس إلى سنة 1945. بل هذه المواثيق أقدم أيضا من الهيئة التي سبقت الأمم المتحدة، وهي هيئة عصبة الأمم التي تأسست سنة 1919. من بين هذه الوثائق الثبوتية القطعية وثائق تعيين ولاة وقياد على المناطق الصحراوية الجنوبية من قبل ملوك مغاربة، ومن بينهم نذكر العالم الجليل الشيخ ماء العينين الذي عين نائبا للسلطان مولاي الحسن الأول قبل 10 سنوات من بدء الاحتلال الإسباني للصحراء، وشن حملة عسكرية ضد الاستعمار الفرنسي قبل أن توافيه المانية سنة 1910 لتكون المعركة الشهيرة بمعركة سيدي بوعثمان في الشمال المراكشي، والتي خاضها ابنه الشيخ أحمد الهيبة بالشيخ ماء العينين، وذلك بعد فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912، وبقي يقاوم المستعمر إلى أن توفي سنة 1918. ونعود أبعد من هذا التاريخ بكثير لنجد وثائق أخرى تبين وتؤكد مغربية الصحراء، منها الوثيقة التي كشف عنها المهندس نجيب الشرقاوي، وهو مهندس مختص في القناطر والطرق وخبير في مجال الموانئ، والتي تم اكتشافها صدفة إبان جولة بحث عن نظام يمكن تطبيقه لتسيير الموانئ البشرية سنة 1962. الوثيقة التي تم العثور عليها تخص ميناء طرفايا الذي شيد سنة 1876 من قبل المهندس الإنجليزي دونالد ماكنزي، وكان يستغل من قبل شركة نورث ويست أمريكان كامباني إمبريال البريطانية، وليكون ذلك الاستغلال بعقد رسمي تم توقيعه في 16 مارس 1895 بقيمة مذكورة في أحد البنود وهي 50,000 جنيه. وقعت هذه الوثيقة من قبل الوزير المفوض أحمد بن موسى نيابة عن السلطان مولاي الحسن الأول والسيد إرنست سادو المبعوث الرسمي للملكة فيكتوريا. المهم هنا أن أول جزء في الاتفاقية يعلن أن الصحراء جزء من التراب الوطني المغربي، وكان ذلك أذكر سنة 1895. وثائق أقدم من بكثير قدمها كتاب السيدة بهوجة كيمو، وهي مؤرخة ومديرة الوثائق الملكية، واسمه الصحراء المغربية من خلال الوثائق الملكية، والتي تبين بيعة القبائل الصحراوية للسلاطين المغاربة. وثائق هبائية وضرائب كانت تقدمها هذه المناطق لخزينة المملكة مثل بقية الأراضي الوطنية. وثائق أخرى لتعيين ولاة وقياد عمال على هذه القبائل بضرائب شريفة ومصادر مشرعة، وأخرى تتعلق باتفاقيات تجارية واتفاقيات أمنية وغير ذلك. منذ تأسيس دولة المغرب تحت الحكم الملكي منذ القرن التاسع الميلادي، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي استطاعت أن تحافظ على استقلالها عن الخلافة الإسلامية في المشرق منذ تأسيس أول دولة إسلامية لها سنة 788 ميلادية، وهي دولة الأندلس على يد السلطان مولاي إدريس بن عبد الله المحض العلوي الهاشمي. إضافة إلى ما أخبرني به صديق أردني عمل في هيئة الأمم المتحدة مع بعثة المينورسو ل30 سنة، وكان مكلفا بحقيبة دبلوماسيا لبعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة 9 سنوات حول ما يعانيه المحتجزون في مخيمات هندوب، وما استقيناه من لجان ومنظمات حقوقية أيضا في هذا الخصوص. كل ما أردته من قرائن تاريخية باختصار موجود في جميع الكتب المذكورة سابقا، وخاصة كتاب الصحراء بوثائق ملكية، وأيضا معنا اللاجئين في الكتاب الأخير للصحفية مليكة والياني الصحراء صرخات ملتهبة. وما أخبرت به من قبل هذا المسؤول عن المينورسو، وما يأتينا من تقارير حول ما يقع في تندوب، كل هذا من المفروض أن يصب إجابة لحل ملف الصحراء. فكل المعطيات التاريخية والجغرافية تثبت مغربية الصحراء، وكل القرائن تدل على ما تعانيه منطقة البوليساريو من انقسامات وما يعيشه لاجئو هذا الكيان المفتعل من انتهاك
انتهاكات حقوق الإنسان، من قمع وتجويع ونهب للمساعدات الدولية وهدر المدرسي وتجنيد للأطفال واغتصاب للنساء وتعذيب إلى حد القتل، مما يفقد هذه المرتزقة بسهولة شرعيتها ويدين حتى الدول التي تساهم في مساندتها. هذا ما هو المفروض أن يكون، ولكن الواقع ليس كما نريده للأسف. فرغم كل ما ذكرته سلفا إلا أنه هالني ونحن نحضر رفقة جمعية الصحراء المغربية للتنمية والتضامن للملتقى الدولي الثالث حول الصحراء المغربية، والذي للأسف أرجئ إلى تاريخ آخر بسبب ما أثير من طرح حول مقترح تمديد صلاحية إعداد المنوط. أعود بأقول اكتشفت في خلال تحضيري للملف وكنت مسؤولة إعلامية عنه أن بلدان كثيرة تعترف بالبوليزاريو، تعترف بمرتزقة فاقدة للشرعية، مقابل مملكة كانت تحمي أقوى الدول بما فيها الولايات المتحدة التي كانت المغرب أول دولة تعترف باستقلالها وكانت تحميها ضد الانتهاكات البريطانية. العديد من الدول يصف مرتزقة مفتعلة: السويد، النرويج، إيطاليا، النمسا، كوبا، المكسيك، فنلندا، بولندا، تشيك، بل وحتى دول خفية مثل هندوراس، فاناتو، سويسرلاند إلى غير ذلك. عدد مخيف، ولكن طالما كل هذه القرائن التاريخية والوثائق تثبت بما لا يقطع الشعب المغربي الأقاليم الصحراوية، فلماذا إذا تعترف كل هذه الدول بمرتزقة لا شرعية لها ولا تعترف بحق المغرب المشروع؟ بكل بساطة لأن القضية الفعلية لا تصل إليهم، لأننا نتقاعد. فأين الحل إذن؟ الحل في الدبلوماسية الموازية، وهذا يمكن أن هنا يمكن أن نذكر ما قاله جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، حيث قال: نهوض الهيئات السياسية والثقافية والجمعوية والإعلامية والقوى المنتخبة والمواطن الحق ذلك إن تفعيل هذه الاستراتيجية لا ينحصر في عمل أجهزتها، وإنما يقضي تعبئة شاملة لكل الفعاليات الوطنية والمحلية. إذا تحالف كل هذه القوى هي تفعيل الدبلوماسية موازية تساير وقد تتفوق على الدبلوماسية الرسمية في ضمها لكل المكونات المجتمعية بما فيها مراكز البحث العلمي، المنظمات الحقوقية، الإعلام وكل عناصر المجتمع المدني. وحينما نقول المجتمع المدني فالأمر يعني جميع الجمعيات، سواء التي تتخذ من قضية الصحراء ملفها الأساسي أو التي تناضل من أجل أمر آخر. فقضية الوحدة الترابية هي قضية الجميع، والجميع هنا بما فيه المواطن. فلماذا نقصي المواطن البسيط من حقه في الإدلاء برأيه بقضية الصحراء؟ لماذا تعترف هذه الدول بالبوليزاريو؟ لأنه من يدعم المرتزقة من قوى جزائرية وإسبانيا لديها حراك دبلوماسي على مدار السنة، وعلى مدار السنة هناك ندوات ورحلات تعرف بهذا الكيان المفتعل للدول الأخرى وتشوه صورة المغرب رغم صدق قضية الصحراء المغربية، ورغم أن المغرب على حق أكثر. بينما للأسف نحن ننتظر دائما أن يتم الهجوم علينا لنقوم بالدفاع عن قضية هي أصلا تدافع عن نفسها. مثلا في الحراك الأخير الذي كان أدركه كل شخص بالمغرب، بدءا من الملك، المؤسسات الحكومية، الدبلوماسيين، الإعلاميين، بل كل مواطن مغربي ساهم في الحراك الأخير لوقف مقترح الذي طرح على هيئة الأمم المتحدة لتوسيع صلاحية إعداد المنوط في الأقاليم الصحراوية. هذا الحراك هو حراك عقود لفظي من المواطنين، ولكنه لا يجب أن يكون كذلك، بل هو غير مقبول أن يكون مؤقتا وعافيا قبل الدبلوماسيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. فكيف ننشئ دبلوماسية موازية؟ أولا الدبلوماسية الموازية تقتضي أن نتكاتف، فنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قال: إنما يأكل الذئب الشاة القاصية. نعم الفرقة والشتات في القرار وفي الطرح تفقدنا قدرتنا على التأثير. فلماذا مثلا لا نتلاحم جمعيات تستعنى بقضية الصحراء مع بعض وتكافح جهودها؟ مثلا لماذا لا يجتمع منتدى المقام والمقال مع جمعية تضامن للصحراء مع الائتلاف للدبلوماسية الموازية على سبيل المثال للحصر؟ بل ما يمكن أن يكون هناك ائتلاف بين مكونات المجتمع المدني بالمغرب ومكوناته بدول أخرى حيث توجد جالية مغربية. فلو تكاتف المجتمع المدني المغربي مع بعض وممثل الجالية المغربية في الخارج لكان بالإمكان بالتأكيد التأثير على الرأي العام الدولي من خلال إحداث برامج إذاعية تلفزيونية، أفلام وثائقية، معارض وجولات الصحراء المغربية وجولات موازية لهذه الدول. سوف تكون تكلفة أقل في حالة التحالف القوي وستتاح إمكانيات أكبر بكل تأكيد. وهنا يخبرني أمر وأنا في سفر لدولة الكويت مؤخرا للمشاركة في دورة الصحفي المتكامل. قبل أيام فقط التقيت برئيس مجلة المجتمع، وهي مجلة أصبحت عالمية وتوزع في جميع أنحاء إفريقيا الجنوبية، في آسيا، جميع الدول الإسلامية. التقيت برئيسها وهو إعلامي مصري معروف، وتحدثنا عن الجولة التي أقامتها وزارة الاتصال والإعلام
التي زارها. إذا فإعلامهم رغم تنسيقه قوي، وهم يعلمون صريحاتهم وأباطيلهم، ورغم ذلك هم في حراك دائم لخدمة قضية مفبركة. وإذا كانت مبادرة وزارة الاتصال استطاعت أن تغير نظرة بعض الإعلاميين العرب لقضية الصحراء، بل إن مجلة المجتمع كتبت أكثر من عدد خاص على المغرب ومسيرته المتطورة بعد هذه الزيارة، لماذا لا تعمم إذا هذه التجربة على باقي الإعلام الدولي والغربي، وخاصة إعلام الدول المرشوشة، مثل ما كان حاصلا مع هؤلاء الإعلاميين الذين اعتقدوا أن الصحراء المغربية ليست فيها أدنى مقومات العيش. هذه المبادرة كانت ستقوم بها جمعية الصحراء المغربية للتضامن والتنمية، والتي للأسف بعد المشكل الأخير عن بعثة المونورسو ولعدم توصلها بالدعم الكافي اللازم لمثل هذه التظاهرات الدولية ألغي المؤتمر. فماذا لو كان هناك تحالف قوي بين المجتمع المدني ولم نكن نعتمد فقط على دعم الدولة؟ القضية قضية الجميع، فلماذا لا يكون هناك تحالف ودعم من قبل التجار، رؤساء الشركات، رجال الأعمال، الأصناف، وليس فقط الدولة؟ في التجربة التركية مثلا كل قضية وطنية هي قضية الجميع، فالتجار ورؤساء الشركات يساهمون ماديا ومعنويا في تدبير الشأن الثقافي والاجتماعي، ولا يعتمدون فقط على ما تتيحه الدولة من مساعدات، ولذلك التجربة التركية في العديد من القضايا نجحت. إذا أولا تحالف قوى المجتمع المدني داخل وخارج المغرب وعمله على مدار السنة، وليس عندما نحس بأن هناك هجوم مباغت وشرس علينا فيجب أن نعي أن الهجوم مستمر حين نكون نحن في جبال ونستيقظ فقط عند الصفعة. وحينما نقول تحالف المجتمع المدني فمن يمثل هذا المجتمع المدني؟ يمثل المواطن، ولكل مواطن الحق في المساهمة برأيه وإعطاء حلول قد تبدو له مفيدة لقضية الصحراء، فقد يأتي أرجى حل من مواطن بسيط وهي قضية الجميع، وكما يقول المثل المغربي العود اللي تحقره يعني. لذلك لا يجب إخفاء أي مكون من مكونات هذه الأرض التهيئة ولا أي منطقة، وهذا دور الإعلام. لماذا لا تقام برامج واستطلاعات دورية نسأل فيها المواطن البسيط عن رأيه وعن الحلول التي يمكن أن بنظرها تساهم في قضية الصحراء؟ وقد حاولنا وبعض الزملاء القيام بها على الصفحات الاجتماعية، وهي أمر أيضا أتحدث عنه ماذا لا يستغل لحشد الرأي العام لصالح قضيتنا العاجلة. الفيسبوك أطاح برؤساء وغير سياسات دول، فلماذا لا يمكن أن يكون أداة تأثير على مجرى القضية؟ ونحن نرى عشرات صفحات الانفصالية تستعمله لغرض التقديم في شأن المغرب وقضيته. أهم أجوبة تلقيناها من المواطن البسيط هي أنه لحل ملف الصحراء لا يجب إخفاء مواطني باقي الأقاليم، ويجب تفكير بتنمية عادلة لجميع الأقاليم، عكس ما كان يحصل في سنوات ماضية. وكلما نعلم ونحن طلبة الجامعات ما كان يحصل من حيث تجاه طلبة باقي المدن مقابل تيسير أمور ذوي البطاقات الصحراوية، وأيضا في المؤسسات الحكومية والمقاطعات. للأسف كل هذا أحدث قطيعة في نفس المواطن البسيط الذي لم يعي هذه السياسة وأهميتها. الصحراوي كان يعتقد أنه المواطن الأفضل، ومواطن باقي الأقاليم كانوا يرون أنفسهم مظلومين، ويحدث عنهم ازدواجية وخصام ربما إن استطعنا القول. فالسؤال كان نحن لبينا فداء المسيرة الخضراء وأتينا من كل حد وصوب، حررنا الصحراء، نحن دفعنا أبنائنا للتجنيد ليستشهدوا في حدود الصحراوية الجزائرية، فلماذا نقصى ونهمش؟ هذا الإحصاء أحدث قطيعة علينا تفاديها الآن وإعادة أمورنا لنصابها إذا أردنا أن نجد حلا لوحدتنا الترابية. فكل المغاربة قدموا دماءهم وفدوا الوطن ومن أجل الصحراء، لذلك علينا سد منفذ القطيعة التي إن خرجنا منه مرة ثانية لن نعود، وعلينا أن نتكاتف جميعا دون إخفاء أحد لندافع عن وحدتنا الترابية ليس فقط لأقاليمنا الصحراوية ولكن أيضا لكل المناطق المحتلة سبجة ومنيليا وجزر الكنال. إذا الدبلوماسية الموازية باختصار تقتضي تكاتف وتحالف قوى المجتمع المدني داخل وخارج المغرب، عدم إخفاء أي فرد من المجتمع، وعدم العودة لعهد تهميش أقاليم على حساب أقاليم، بل فرض برامج وثائقية ومعارض ومؤتمرات تخدم القضية وطنيا ودوليا، العمل على مدار السنة ولا ننتظر في كل مرة صفعة تجعلنا نستفيق من سباتنا العميق. التخطيط لجولات ساعدة، ولا يتحدثون عن جولات سياحية في الدول التي تعترف بالمرتزقة ولا تعرف حقيقة الأمر. الدول التي تعترف بالمرتزقة يجب علينا أن نصل إليها أيضا. دعوة هذه الدول لزيارة المناطق الجنوبية، الاهتمام بالإعلام، فكلنا نعلم أن تشهد دول ونموذج أخرى الآن بات بيد الإعلام، وهو ما تعتمده الآن مرتزقة صغيرة لا قوة لها ولكنها إعلاميا نشيطة. وأيضا نقطة أخيرة مهمة جدا وهي التنسيق مع الهيئات الدبلوماسية الرسمية. طبعا كما يجب التنسيق بين هيئات المجتمع المدني، يجب التنسيق مع المؤسسات الرسمية، فلا يمكننا العمل بمعزل عنها.
وأضيف نقطة مهمة أثرناها رفقة الزملاء مؤخرا، وهي عبارة الصحراء الغربية المتداولة دوليا. يستعملها بعض الزملاء الصحفيون زملائي للأسف لكونها أكثر تداولا، وأتمنى هنا كما قلت له أن نستعمل المصطلح الصحيح الصحراء المغربية لنثبتها في عقول الآخر، كما نثبت في عقولنا مصطلح الصحراء الغربية. فالسياسة مفاهيم نتلقنها نفسيا قبل أن نفرق اجتماعيا، وعلينا أن نوصل اسم الصحراء المغربية نفسيا للآخر الذي يقول ويملك عبارة الصحراء الغربية، فهي مغربية وستبقى مغربية. شكرا لك. شكرا للأستاذة الفاضلة